تخيل كده ان البطل اللي انت مطمن انه بيحميك يقرر يعمل ذكاء اصطناعي عشان يأمن الكوكب، فيقوم الذكاء الاصطناعي ده ويقرر ان الحل الوحيد لحماية الارض هو انه يمسح البشرية كلها من على وش المجرة. ده ملخص الجزء الثاني من سلسلة افلام الافنجرز اللي بنشوف فيه الفريق بيواجه خطر مرعب، بس المرة دي الخطر مش جاي من الفضاء، ده طالع من تحت ايديهم هم. اخر حاجة شفناها هي ان لوكي هجم على الارض بكائنات الشتوري، والافنجرز اتصدوا ليهم وقدروا يهزموا لوكي، وايرون مان خاطر بحياته وشال صاروخ نووي ودخل بيه للفضاء ورجع من البوابة في اخر لحظة بعد ما انقذ العالم. وفريق الافنجرز اتفقوا انهم هيتجمعوا في اي وقت عشان ينقذوا العالم تاني. وبنكمل بعد 3 سنين مع الافنجرز وهم في مهمة جديدة، وبيهجموا على مقر عصابة شريرة اسمها هايدرا عشان يرجعوا صولجان لوكي، والافنجرز بيحاربوا جنود هايدرا المسلحين وبيخلصوا عليهم، وبيتقدموا اكتر ناحية مقر هايدرا وبيتعاونوا سوا وبيقتلوا الجنود كفريق واحد، وكل واحد بيستخدم قدراته الخارقة. وتوني بيحاول يقتحم مقر هايدرا بس بيطلع ان المقر محمي بدرع. وجوه القاعدة بنشوف ستراكر قائد منظمة هايدرا، وبيؤمر رجالته يهجموا على الافنجرز بالدبابات، وبيقول لهم ركزوا في الهجوم على اضعف الاشخاص اللي في الافنجرز، بس رجالته بيقولوا له مفيش امل نهزمهم، وبيقترحوا يهجموا على الافنجرز ب2 اشخاص خارقين اسمهم واندا وكويك سيلفر، بس ستراكر بيرفض وبيقول لسه بدري على واندا وكويك سيلفر، ومعتقد انه هيقدر يتصدى للافنجرز بسهوله. ورجاله ستراكر بيغلطوا ومش بيستهدفوا هوك اللي هو اضعف شخص في الفريق، لكنهم بيستهدفوا مدينه سوكوفيا القريبه منهم. فتوني بيبعت 4 روبوتات عشان ينقذوا السكان، والروبوتات بيطلبوا من السكان يمشوا من المدينه بسرعه. وبعدها ستراكر بيدرك انه فعلا مش هيقدر يواجه الافنجرز، وبيؤمر المساعد بتاعه ليست انه يمسح كل البيانات من على الاجهزه عشان الافنجرز ما يعرفوش احنا صنعنا ايه وهنسيب صولجان لوكي. بس ستراكر بيكتشف ان واندا وكويك سيلفر هربوا، وبيطلع انهم بيشاركوا في المعركه ضد الافنجرز. وكويك سيلفر ده عنده سرعه خارقه وبيقدر يوقع كابتن امريكا، وكابتن امريكا مش قادر يشوفه من سرعته. اما توني فبيقدر يخترق مقر هايدرا وبيعطل الدرع وبيقتحم المقر وبيقتل رجاله هايدرا، وبيوقف ليست قبل ما يحذف البيانات. وبعدها توني بيسرق كل البيانات وبيعتقد ان هايدرا مخبيين حاجه تانية، وبيكتشف بوجود باب سري، وبيعرف ان هايدرا كانوا بيعملوا تجارب على وحوش الشيتور الضخمه علشان يصنعوا اسلحه سريه، وكمان عشان يعملوا تجارب على البشر ويدوهم قوه خارقه. والتجارب نجحت على 2 اخوات اللي هم واندا وكويك سيلفر. وبعدها توني بيشوف صولجان لوكي قدامه، والافنجرز بره بيتخلصوا من اخر جنود هايدرا الباقيين. وبعد ما المعركه انتهت ناتاشا بتروح لهالك عشان تهديه ويرجع لشكله البشري، وبيتمشي ايديها عليه، وفعلا هالك بيهدى وعصبيته بتختفي وبيرجع تاني لشكله البشري. اما ستيف فبيلحق ستراكر قبل ما يهرب وضربه بالدرع وخلاه يفقد الوعي، بس فجأة ظهرت واندا وضربت ستيف وهربت، وراحت لتوني ورمت عليه تعويذه وبتخليه يشوف كوابيس، وبيتخيل ان الافنجرز كلهم ماتوا في معركه نيويورك ضد شيتوري ومفيش حد فيهم عايش، وكمان درع كابتن امريكا اتكسر. وتوني لما شاف الرؤيه دي قرر يصنع اسلحه قويه عشان يحمي الارض، وواندا بتقرر تسيب توني عايش وما تقتلهوش، وده لسبب هنعرفه بعدين. وتوني حصل على صولجان لوكي، وبكده المهمه بتكون اكتملت بنجاح، والافنجرز راجعين على امريكا، ومن المفترض ان ثور هياخد الصولجان ويرجع بيه لاسجارد. بس توني بيقول له ثور انا وبروس عايزين نحلل الصولجان، وده علشان نعرف ستراكر عمل ايه بالظبط، وبعدها هنديك الصولجان عشان ترجع بيه لاسجارد. وثور بيوافق، وبعد ما بيوصلوا لمقر الافنجرز العميله هيل بتدي لستيف تقرير عن واندا وكويك سيلفر، ودول 2 اخوات ايتام من مدينه سوكوفيا، وبيتهم اتدمر من صغرهم بصاروخ، وستراكر عمل عليهم تجارب وخلاهم يحصلوا على قوه خارقه. وقوه واندا هي انها بتتحكم بالعقل وبتتواصل فكريا، وكويك سيلفر عنده سرعه رهيبه. وبعدها في دكتوره اسمها هيلين بتعالج اصابات هوك وبتعالج الانسجه المتدمره عنده، وده عن طريق تقنيه جديده. اما توني فبيخلي الذكاء الاصطناعي جارفيس يحلل صولجان لوكي، وجارفيس بيقول له الصولجان جواه خلايا عصبيه قويه جدا وفيها معرفه كبيره لدرجه انه اكبر من جارفيس نفسه، بالرغم ان جارفيس بيدير كل شركات توني ستارك. وبروس بينبهر لما بيشوف الخلايا العصبيه دي لانها شبه اللي عند الانسان، وتوني بيقرر يستخدم الخلايا دي ويصنع منه ذكاء اصطناعي ويحطه في روبوت قوي ويسميه الترون، وهيستخدم الترون في حمايه البشر علشان لو حصل تاني غزو من الفضائيين على الارض ساعتها الترون يتدخل ويتحكم في روبوتات ايرون مان ويحمي البشر، لان اكيد في يوم من الايام الافنجرز هيعتزلوا، لكن الروبوتات هتفضل موجوده وهتحمي البشر. ومش هقدر اخلي جارفيس هو اللي يعمل كده لانه مش هيقدر يستحمل كل البيانات دي، لكن الترون عنده الخلايا العصبيه اللي تخليه يستحمل. وبروس بيعجب جدا بافكار توني وبيقرر يساعده عشان يصنعوا الترون، وبيشتغلوا ليل نهار في صناعه وتطوير الترون، وده من غير ما اي حد من الافنجرز يعرفه. وبالرغم انهم بيبذلوا
مجهود كبير بس مش عارفين يصنعوا نظام الذكاء الاصطناعي، وبيحاولوا كذا مرة وبيضيعوا وقت كبير جدا، بس دايما بيحصل اعطال غير متوقعة وبيفشلوا ومش قادرين يفهموا ايه السبب. وبعد مرور 3 ايام بيقرروا يرتاحوا عشان تعبوا جدا، وتوني بيأمر جارفيس يكمل بحث وتطوير، ولو حصل اي حاجه يكلم توني على طول. هو مجرد ما خرج من الاوضه التجربه بتنجح، والترون بيبدا يتواصل مع جارفيس وبيعرف انه اتصنع عشان يساعد الافنجرز ويحمي البشر من اي مخاطر. والترون بيخش على النت وبيشوف كل الاحداث اللي حصلت في تاريخ البشريه، وبيوصل لاستنتاج وهو ان البشر نفسهم هم اخطر كائنات على الكوكب، وبسببهم حصل حروب كتير، وكمان مش بيعملوا اي حاجه مفيده غير انهم بيدمروا الكوكب. فالترون بيقرر يقتل كل البشر، وجارفيس بيقرر يتصل بتوني عشان يحذره، بس الترون بيمنعه وبيدمر جارفيس تماما. وبعدها بيستخدم ادوات توني ستارك عشان يصنع لنفسه روبوت. والليله دي الافنجرز بيقرروا يعملوا حفله بمناسبه انتصارهم في اخر مهمه، وبعد الحفله بيقعدوا سوا بيقرروا يلعبوا لعبه، وهي ان كل واحد بيحاول يرفع مطرقه سور، بس محدش عارف، حتى شخصين مع بعض مش عارفين يرفعوها. بس للمفاجاه ستيف قدر يحركها حركه بسيطه جدا، وسور بيستغرب لان من المفترض ان المطرقه مربوطه بسور بس، وهو اللي بيقدر يشيلها بكل سهوله. وبيقول لهم مفيش شخص فيكم يستحق يشيلها، بس فجاه بيقاطعهم الترون وبيقول للافنجرز انتوا كلكم قتله. وتوني بيحاول يسيطر على الترون بس بيكتشف ان جارفيس اتدمر، والكل بيقلق من الترون وبيستعدوا باسلحتهم. والترون بيعرفهم ان توني اللي صنعه، وبيقول لهم انا في مهمه وهي ان اقتل كل البشر وانشر السلام على الارض. وبيهجم على الافنجرز بروبوتات ايرون مان، ومعظم الافنجرز بيتضربوا، وفي روبوت هرب بصولجان لوكي، وستيف حاول يدمر واحد من الروبوتات لكنه بيتضرب، وثور بيدمر جزء من الروبوت ده بس الجزء العلوي لسه شغال، وكان هيقتل هيلين بس ستيف انقذها. وتوني خد مفكاته بيعطل الروبوت، وستيف ضرب الروبوت ده بالدرع وقسمه نصين، وبكده كل الروبوتات اتدمروا. والترون بيتكلم وبيقول انا عارف انكم ناس طيبين وهدفكم خير وعايزين تنقذوا العالم، بس العالم مش هيتغير، والطريقه الوحيده ان البشر يتطوروا ويوقفوا شرهم، بس ده مش هيحصل لان البشر خدوا فرص كتير، ومهمتي ان اقتل الافنجرز والبشر عشان العالم يبقى افضل. وبمجرد ما قال الكلام ده ثور رماه بالمطرقه ودمره، بس في اخر لحظه الترون نقل الوعي بتاعه للروبوتات اللي كان شغال عليها ستراكر، وفريق الافنجرز بيعرفوا ان الترون هرب، وهي مساله وقت وهيرجع تاني، ولازم يوقفوه قبل ما يوصل للقنبله النوويه ويدمر البشريه. وثور بيتعصب على توني لان اللي بيحصل ده بسببه، وتصرف من دماغه من غير ما يعرف الافنجرز، والافنجرز هيضطروا يرجعوا صولجان اللي ضاع منهم من تاني. وتوني بيتاسف على فشله وبيقول له ثور انت اصلا مش فاهم حاجه ومش عارف ليه كنا محتاجين الترون في حياتنا، وبيفكرهم انه خاطر بحياته وشال قنبله نوويه ودخل بها الفضاء، وبيقول لهم انا اللي انقذت العالم من الفضائيين. والافنجرز بيدركوا انه عنده حق ومش بيقدروا يردوا عليه، وبيقرروا يتعاونوا سوا ويحاربوا الترون، ودلوقتي هم عايزين يلاقوه قبل ما يكون مستعد للقتال. وعلى الجانب الاخر الترون بيكون صنع لنفسه بدله جديده، وبيقابل واندا وكويك سيلفر علشان يجندهم ويضمهم ليه، وبيقول لواندا انا عارف انت ليه سبت توني ياخد الصولجان ويهرب، انت عملت كده علشان رسمت الكوابيس في دماغه وتمنيت انه يصنع شيء يدمر بيه نفسه، وفي النهايه صنعني انا. والترون عنده فلسفه هي ان البشر بيصنعوا الاشياء اللي بيخافوا منها، زي رؤساء الدول اللي بيصنعوا اسلحه وبعدها بيخلفوا بشر عشان ياخدوا اماكنهم في السيطره على العالم، وانا وانتوا عندنا نفس الهدف وهو القضاء على الافنجرز. وبيوريهم القاعده بتاعته اللي بيصنع فيها الروبوتات، وبيطلب من واندا تلعب بعقل الافنجرز علشان ينقلبوا على بعض. وبيطلع ان الاخوين بيكرهوا توني ستارك جدا لان هم صغيرين بيتهم اتدمر بصاروخ من صناعه شركه توني ستارك، وكمان ابوهم وامهم ماتوا، ومن يوميها حياتهم مش مستقره. وبعدها الترون بيبدا في خطته، واول حاجه عملها هي انه قتل ستراكر في الزنزانه، والافنجرز بيستنتجوا انه قتل ستراكر علشان ستراكر كان يعرف معلومات مهمه، والترون مش عاوز الافنجرز يعرفوا المعلومات دي. فالافنجرز بيبحثوا في البيانات اللي سرقوها من مقر هايدرا، وبيعرفوا ان ستراكر كان يعرف تاجر اسلحه اسمه يوليسيس، والشخص ده سرق معدن الفايبرينيوم من دوله واكاندا، والفايبرينيوم ده اقوى معدن على وجه الارض، وهو اللي اتصنع منه درع كابتن امريكا. وفعلا الترون بيروح يقابل يوليسيس في افريقيا علشان الترون عاوز يشتري كل الفايبرينيوم اللي مع يوليسيس، والترون بيخترق كل البنوك اللي في العالم وبيحول ليوليسيس $1.2 مليار، وده تمن كل مواد الفايبرينيوم اللي هيشتراها منه. ويوليسيس بيعتقد ان الترون واحد من روبوتات توني ستارك، فالترون بيتعصب ان يوليسيس قال عليه كده وبيقرر يقطع دراع يوليسيس. وفجأة بيحضر في المكان ايرون مان وباقي الافنجرز، وبيحاولوا يتفقوا مع الترون ورجالته ما يخشوش في حرب ويعملوا سلام ما بينهم، بس الترون مش بيوافق لان ده يعتبر مجرد هدنه، وكده كده الحرب هتحصل
يحصل تاني في العالم. وتوني بيسأل الترون هتعمل ايه بالفايبرينيوم، فالترون مش راضي يقوله وهجم فجأة على توني، والاتنين بيخشوا في حرب ضد بعض وبتتحول لحرب روبوتات ما بين الاتنين. وباقي الافنجرز بيخشوا في حرب ضد الاخوين، ويوليسيس بيؤمر رجالته يضربوا نار على كل الموجودين، وكويك سيلفر بيجري بسرعة رهيبة وبيضرب ستيف، وحاول يمسك مطرقة ثور بس مش بيقدر وبيقع لانه ما يستحقش يشيلها. اما الترون وايرون مان لسه في الحرب ضد بعض، والاتنين قوتهم تقريبا كانت متكافئة، وبيهربوا من السفينة وبيكملوا قتالهم بره. وتوني قدر يتفوق عليه، والترون بيقول له حتى لو دمرتني انا مش هتدمر وهنتقابل تاني. وتوني مش بيهتم بكلامه وبيدمره، وستيف وثور بيتعاونوا سوا وبيدمروا راس الروبوت ده. وواندا بتقرر تستخدم قوتها عليهم وبتتلعب بدماغ ثور، وثور بيعتقد انها مش هتقدر تأثر عليه، بس بالعكس ثور بيبدأ يشوف كوابيس وبيشوف صاحبه هيمدال وهو بيقول له احنا متنا بسببك. وبعدها واندا بتعمل تعويذة على دماغ ستيف وناتاشا، وحاولت تعمل تعويذة على هوك بس فشلت لان هو حاطط سهم كهربائي على دماغها. وكويك سيلفر ضرب هوك وشال اخته وهرب. وناتاشا بتشوف طفولتها لما كانت بتتدرب على ضرب النار، وستيف بيلاقي نفسه خايف يرقص مع حبيبته كارتر. وروبوتات الترون استغلوا تشتيت الافنجرز وسرقوا كل الفايبرينيوم. اما بروس فكان مستني الافنجرز في مكان قريب، ولان محدش بيرد عليه بيقرر يخرج عشان يطمن عليهم. وكويك سيلفر خد واندا لبره السفينه وبتكون حالتها اتحسنت، وبتشوف بروس من عندها وبتقرر انها تتلعب بعقله. ومن بعدها بروس اتحول لهالك وهو تحت تاثير التعويذه، وبيروح للمدينه وبيدمر فيها، والشرطه بتضرب عليه نار بس هو مش بيتاثر. وتوني بيحاول يتواصل مع ناتاشا علشان تيجي تهدي هالك، لكنها كانت تحت تاثير التعويذه وباقي اعضاء الافنجرز مش مستعدين للقتال. فتوني بيقرر يستعين بنظام الذكاء الاصطناعي الجديد اللي اسمه فرايداي، وبيخليه يجيب درع وروبوت من الفضاء، والدرع ده معمول مخصوص عشان يتصدى لهالك. وبنشوف الدرع بينزل حوالين هالك من السماء وبيشكل قفص حواليه، لكن هالك بيدمر الارض تحتيه وبيخرج من الناحيه الثانيه. فايرون مان بيلبس بدله هالك باستر، وتوني وبروس صنعوا البدله دي مخصوص عشان توني يحارب بيها هالك لو خرج عن السيطره. وهالك لما شافه بينفجر من الغضب اكتر ورمى عربيه على توني وضربه. فتوني بيرد عليه وبيرميه على شاحنه ضخمه، والقتال ما بينهم بيكون مدمر وبيدمروا المباني. ولما بدله توني بتتدمر بيركب لنفسه ادوات جديده، وجاب هالك ارض وضربه لكمات متكرره وبيكتف ايده وبيطير بيه عشان يخرجوا من المدينه. بس قوه هالك بعد التعويذه بقت مضاعفه وبيتصدى لايرون مان، وتوني بينقذ ناس في الاسانسير في اخر لحظه، وبعدها شال الاسانسير وضرب بيه هالك. فهالك بيتاثر، لا ده بيقوم عليه وبيدمر في بدلته وضرب الدعم اللي كان جاي لتوني، وتوني بيطير بيه في الجو وبيحلل ان المبنى ده فاضي من العمال، فبيرمي هالك في الهواء وبيطير عليه وبيدمر بيه المبنى بالكامل. والناس بيجروا هم خايفين، وساعتها هالك اتحرر من التعويذه واتصدم لما شاف الناس خايفين منه وبيهربوا، وكمان كان فيهم مصابين بسببه. وتوني ضربه وافقدوا الوعي، وبروس اخيرا رجع لوعيه. بس كل اعضاء الافنجرز بيكونوا في حاله احباط لانهم فشلوا في مهمتهم وتسببوا في دمار للمدينه. وبروس حاسس بالذنب من اللي حصل، وهال بتقول لهم ان الشعب بقى بيكره الافنجرز وبينتقدوا، وده بسبب الخراب اللي حصل. والافنجرز بيقرروا يستخبوا من الناس في مكان امن، وهوك بيقرر ياخدهم لبيته البعيد في المزرعه، وبيقابلوا عيله هوك وبيسلموا عليهم. وثور بيفتكر الهلوسه اللي شافها وبيقرر يمشي عشان يعرف ايه معنى الهلوسه اللي شافها دي، وبيروح يقابل الدكتور إيريك وبيطلب المساعده منه. وإيريك بيوديه لمكان اسمه ميه البصر، والميه دي لو غطت ثور هتخليه يشوف نفس الرؤيه اللي شافها قبل كده. وثور بينزل الميه وبيشوف فعلا نفس الرؤيه، وبيكتشف فيها تفاصيل مهمه ملحقش يركز فيها، زي ان احجار الانفينيتي السته هتتسبب في كارثه للاكوان كلها. وعلى الجانب الاخر ناتاشا بتطلب من بروس انهم يهربوا سوا من الحرب دي ويعيشوا مع بعض في سلام، وبالرغم ان بروس بيحبها بس بيرفض الفكره دي، وبيقول لها مفيش مكان انا هروحه هيكون فيه امان، وده لان مش بقدر اتحكم في هالك، فلو هربت معاكي مش هتكوني في امان، مفيش اي مستقبل في العيشه معايا، ومش هقدر ابني بيت هادي وجميل زي اللي احنا فيه ده، وكمان انا اصلا مش بخلف. وهي بتقول له انا كمان مش بخلف لان المنظمه اللي كانت بتدربني وانا صغيره خلوني انا وكل الاطفال مش بنخلف. وبروس بيتاثر من كلامها بس شايف ان الهروب من الحرب مش حل. اما توني وستيف فكانوا بيتجادلوا سوا، وستيف مش طايق توني علشان كل اللي حصل ده بسبب توني. فتوني بيقول له انا كان هدف انشر السلام في العالم والافنجرز يقدروا يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي وما يضطروش يتدخلوا في كل الحروب. فستيف بيتعصب عليه وبيقول له لو حاولنا نوقف الحرب قبل ما تحصل في ناس كتير بريئه هتموت، والجدال ده بيكون بدايه الانقسام اللي هيحصل جوه الافنجرز. وبعدها نيك فيوري بيقابلهم وبيتكلموا عن الترون، ولحد دلوقتي هم مش عارفين بيخطط لايه. ونيك فيوري بيقول لهم الترون عايز يكسب لنفسه وقت، ومن الواضح كده انه هيبني حاجه بالفايبرينيوم اللي سرقه، وكان بيحاول يتحكم في القنبله النوويه بس مش قادر يوصل للارقام السريه الخاصه بالقنبله، وده لان في مجموعه مجهوله بيغيروا الارقام السريه باستمرار علشان الترون ما يقدرش يوصل للقنبله النوويه. والافنجرز بيستغربوا من الكلام ده، وتوني عايز يعرف مين المجموعه المجهوله دي، وبيقرر يسافر للنرويج علشان هناك موجود قاعده بيانات الانترنت.
ونيك فيوري عنده ثقة كبيرة في الافنجرز وبيقول لهم انتوا الوحيدين اللي هتقدروا توقفوا الترون عن تدمير البشرية، فقفوا جنب بعض وقاتلوا بقوة وما تخلوش الاحباط يسيطر عليكم. وبروس بيستنتج ان الترون هيطور نفسه عشان يبقى شخص اقوى، وبيتوقع انه هيلجأ للدكتورة هيلين لانها خبيرة في الانسجة الصناعية. وفعلا كلام بروس كان صح، والترون بيروح لمختبر الدكتور هيلين وبيديها مادة الفايبرينيوم وبيأمرها تصنع بالفايبرينيوم جسم جديد اقوى ويكون شبه البشر، علشان الترون هينقل وعيه للجسم ده. وبيتحكم في هيلين بصولجان لوكي علشان تكون تحت طوعه. وبعد شوية وقت هيلين نجحت انها تصنع الجسم اللي الترون عايزه، والترون بيخرج حجر العقل من صولجان لوكي وبيحط الحجر في دماغ جسمه الجديد، والترون بيبدأ في عملية نقل وعيه للجسم الجديد. ولما العملية دي هتنتهي الترون هيبقى خارق وصعب يتهزم. والترون بيستهزأ بالبشر وبيقول عليهم اغبياء علشان عندهم مادة قوية زي الفايبرينيوم لكنهم ما صنعوش بيها اي حاجة غير درع كابتن امريكا. وواندا بتقرر تقرا عقل الترون وبتعرف ان خطته يقتل كل البشر، فبتتصدم لان دي خطة شريرة وهي اكيد من ضمن البشر اللي هيموتوا. فواندا بتسيطر على هيلين وبتخليها تخرج عن سيطرة الترون، وهيلين بتوقف عملية نقل وعي الترون للجسم الجديد. فالترون بيقتلها وبيؤمر الروبوتات يهربوا بالجسم الجديد لانه حاسس ان الافنجرز بيقربوا. وفعلا كابتن امريكا بيوصل وبيلاقي هيلين لسه عايشة وبتقول له ان القوة الحقيقية في حجر العقل علشان جواه طاقة هايلة ولازم توصل الجسم الحقيقي لتوني ستارك. اما هوك فبيحدد الشاحنه اللي هرب بيها الترون وكان يقدر يدمرها، بس ستيف بيمنعه لان لو حجر العقل اتدمر المدينه كلها هتتدمر. وستيف نط من على الكوبري للشاحنه والترون هجم عليه ورماه العربيه دي وبيدور قتال ما بين الاتنين، بس ستيف ما كانش قد الترون. وناتاشا بتحضر في المكان بالموتوسيكل وبتاخد درع ستيف من على الارض وبترجعه لستيف علشان يضرب بيه الترون، بس الترون ضربه ووقعه وبعدها بيدمر الطريق. بس ستيف مش بيستسلم وبيكمل في قتاله معاه، والروبوتات بيفتحوا النار على ناتاشا بس هي بتطلب من هوك يستدرجهم وراه، وهوك بيضرب نار على الترون. فالروبوتات فعلا بيطاردوا طياره هوك، والقتال ما بين ستيف والترون بيوصل للقطر. وناتاشا بتستغل الفرصه وبتخش الشاحنه عشان تسرق الجسم الجديد، بس للاسف الروبوتات بيرجعوا وبيشيلوا صندوق الشاحنه عشان يهربوا من مواجهه الشرطه. وناتاشا عندها خطه معينه، والاخوين شافوا القتال اللي بيحصل على الاخبار وبيقرروا يتدخلوا ويحاربوا الترون لانهم ادركوا ان هو العدو الحقيقي. والمعركه دي بتدمر جهاز التحكم بتاع القطر والقطر خرج عن السيطره. اما ناتاشا فبتحط قنابل في الصندوق وبتهرب بجسم الفايبرينيوم وبتدخله لطياره هوك، بس قبل ما يفرحوا الترون خطف ناتاشا. وهوك بيقول لستيف انا فقدت ناتاشا، بس ستيف بيأمره يهرب حالا ويودي جسم الفايبرينيوم لتوني. وهوك بيضطر يسمع كلام ستيف وبيمشي من غير ناتاشا، والقطر خرج عن القضيب ونزل على الطريق. وكده في ناس في السكه هيموتوا، بس كويك سيلفر بينقذ الناس بسرعته الخارقه، وواندا بتحاول توقف القطر وفعلا بينجحوا والناس بيعيشوا. وستيف بيقابل واندا وكويك سيلفر وبيعرفهم ان توني هيتولى جسم الفايبرينيوم الجديد. وواندا بتقلق لانها مش بتثق في توني وبتقول له توني شبه الترون بالظبط، مش عارف يفرق ما بين انقاذ العالم وتدميره. اما توني فبيوصل للنرويج عشان يعرف مين المجموعه المجهوله اللي بتوقف الترون. وبعدها بيرجع لبروس وهوك وبيقول لهم ان جارفيس طلع عايش وكان مخبي نفسه تحت الارض، وعرفت ان الترون هجم على جارفيس عشان كان خايف منه لان جارفيس يقدر يحارب الترون. وفعلا جارفيس كان هو اللي بيحارب الترون ومنعه يوصل لارقام القنبله النوويه. وتوني بيركز مع الجسم الجديد اللي صنع من الفايبرينيوم، وبتيجي في باله فكره وهي انه ينقل وعي جارفيس للجسم الجديد. وبيتكلم مع بروس على انفراد وبيحاول يقنعه يجربوا مره تانية ويصنعوا روبوت بالذكاء الاصطناعي. والمره دي انا متاكد من جارفيس لانه نظام ذكاء اصطناعي طيب، وبيطلب من بروس يتضم ليه. بروس في البدايه بيكون متردد علشان مش متاكد هل جارفيس هيقدر على الترون ولا لا. فتوني بيقول له جارفيس هيبقى ند قوي الترون والموضوع يستحق التجربه. وبعد تفكير بروس بيوافق. وعلى الجانب الاخر الترون بيصنع روبوتات جديده وناتاشا بتكون محبوسه عنده، والترون بيقول لها انا عايز كوكب الارض يصطدم بنيزك علشان كل البشر يموتوا ونبدا من جديد، وانا هكون الشخص الوحيد اللي على الارض وهعمر الارض من اول وجديد. وناتاشا بتخاف منه جدا، بس وقت ما كانت محبوسه بتقدر تعمل ترددات بجهاز الراديو وبتبعت الترددات لهوك، وهوك سمع الترددات وقدر يحدد مكانها بالظبط. وبعدها توني وبروس بيشتغلوا من جديد على نفس المشروع، لكن فجأة ستيف والأخوين بيحضروا في المكان وستيف بيؤمر توني يوقف اللي هو بيعمله ده علشان ستيف قلقان يحصل نفس السيناريو اللي حصل مع الترون. وبروس بيرفض وبيقول لستيف انت واندا متحكمة في دماغك. وأثناء ما هما بيتجادلوا كويك سيلفر جري بسرعة وفصل الكابلات،
بس هوك ضرب رصاصه من تحتيه وكسر الازاز اللي هو واقف عليه، وتوني بيقول انا هشغل الكابلات تاني، فستيف هجم على الاجهزه عشان يبوظ كل حاجه، وبسبب كده بتحصل حرب ما بينهم في المختبر، وواندا بتهاجم بروس، وثور بيحضر في المكان وضرب جسم الفايبرينيوم بكميه كبيره من البرق، وده علشان يديله الطاقه الكافيه اللي تشغله، وفعلا ثور شحن جسم الفايبرينيوم بالطاقه الهائله اللي كان محتاجها، وبالتالي الجسم ده بقى جاهز وبيقف، وواندا اول ما شافته بتعجب بيه وبيهجم على ثور، بس ثور هدفه بعيد، وهو بيفضل يتامل وبيبص على الحياه، وبيكون مختلف تماما عن الترون، وكل الافنجرز بيتجمعوا حواليه وبيكون هادي جدا، وبيشكر ثور علشان شحنه بالطاقه، وبيسمي نفسه فيجن، وثور بيقول لهم انا شفت رؤيه لاحجار الانفينيتي السته، والحجر اللي فوق دماغ فيجن واحد منهم واسمه حجر العقل، ودي تبقى اول مره الافنجرز يتعرفوا على احجار الانفينيتي، والاحجار دول اعظم قوه في الاكوان كلها، ومفيش قوه تقدر تقف قصادها، واول حجر هو حجر التسراك اللي شفناه في الجزء الاول، وتاني حجر هو حجر العقل وده اللي في صولجان لوكي وحاليا موجود في دماغ فيجن، وتالت حجر وهو حجر الواقع وده ظهر في فيلم ثور الجزء الثاني ومكانه حاليا مش معروف، والحجر الرابع وهو حجر القوه وده ظهر في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي وهو حاليا موجود في كوكب زندارة، والحجر الخامس وهو حجر الزمن وده حاليا مع دكتور سترينج، والحجر الاخير وهو حجر الروح وده موجود في كوكب فولمير. وثور بيقول حجر العقل هيساعدنا في هزيمه الترون، وبيقول كمان توني كان عنده حق لما صنع فيجن لاننا مش هنقدر نوقف الترون، والافنجرز بيسالوا فيجن هل انت في صفنا ولا لا، فيجن بيقول لهم انا في صف الحياه لكن الترون لا، الترون عايز ينفي البشريه وعلشان كده انا هحارب الترون ولازم ندمره في اسرع وقت ولازم نتحد كلنا سوا، وهوك بيقول لهم انا عرفت ان الترون في سكوفيا لان ناتاشا محبوسه هناك، والمفاجاه فيجن بيدي لثور المطرقه وثور بيستغرب جدا ان حد غيره قدر يشيلها لان ده معناه ان فيجن قادر انه يشيل المطرقه، والكل كان متفاجئ من كده، وثور بيشكر توني على اختراع فيجن، وبعدها الافنجرز بيجهزوا للحرب ضد الترون وبيتفقوا ان الاولويه انهم ينقذوا سكان سكوفيا قبل الحرب، وفعلا كويك سيلفر بيوصل وبيضرب نار في الهواء علشان السكان يحسوا ان البلد ما بقتش في امان، وواندا بتتحكم في عقول الناس وبتجبرهم يخرجوا من المدينه، وبروس بيروح لناتاشا وبيحررها وبيقول لها انا مش هقدر اشارك في الحرب دي، وده علشان هالك هيكون خطر على اهل المدينه ومش عاوز اللي حصل في افريقيا يتكرر تاني، وبروس غير رايه وبيقترح عليها يهربوا سوا عشان يعيشوا مع بعض بعيد عن الحرب، وفي نفس الوقت لسه الافنجرز بيحاولوا يخلوا المدينه من السكان، بس بيحصل ازدحام مروري لان كل الناس بيخرجوا في وقت واحد، وبعدها توني بيعرف مكان الترون وبيتجه عليه، والترون بيكشف عن جهاز صنعه بالفايبرينيوم ومواد من شتوري، والجهاز ده هيقلل الجاذبيه في المدينه، وعلى الجانب الاخر بتظهر روبوتات الترون وبيهجموا على المدينه وبيشتبكوا مع الافنجرز، وتوني بيضطر يمشي وبيروح ينقذ البشر، وواندا بتعمل درع وبتحمي الناس، وكويك سيلفر بيستخدم سرعته وبيدمر الروبوتات، وفيجن بيقابل الترون، وفي البدايه الترون بيظن ان فيجن جاي يتحالف معاه، بس فيجن هجم عليه ودخل جوه عقله وفصله تماما عن الانترنت، بس الترون ضربه وشغل الجهاز بتاعه وبيحصل زلزال والارض بتشقق بسبب ان الجاذبيه بتقل، والمدينه بتبدا ترتفع في الهواء ولسه في بشر فيها ما خرجوش، وخطه الترون هي انه يرفع قطعه الارض دي لحد الغلاف الجوي وبعدها يسيبها تقع على الارض زي نيزك، وده هيبقى كفيل يدمر الارض كلها بالبشر اللي عليها، والترون شايف اللي بيحصل وفخور بنفسه، والكل مصدوم من اللي بيحصل، وناتاشا بتغير رأيها ومش عايزة تهرب وبتزق بروس من فوق عشان يتحول لهالك، وبكده هينضموا للحرب، وتوني بيعرف ان المبنى اللي بينهار ده لسه فيه اسره ما هربتش، فتوني بيدخلهم في البانيو وبينقذهم، وباقي الافنجرز بيقاتلوا الروبوتات، بس المشكله ان عدد الروبوتات كبير جدا، وهوك بينقذ واندا قبل ما تموت، وواندا بتحس باليأس وبتلوم نفسها على اللي بيحصل لانها كانت بتساعد الترون، وهوك بيقول لها ان الندم مش هيفيد بحاجه، لازم نقاتل حالا لان المدينه طايره في الهواء، وبيديها كلام تحفيزي، وواندا بعد الكلام ده بتخرج تقاتل بكل قوتها وبتنقذ هوك زي ما انقذها، بس ثور بيطير وراهم وبيرمي الناس في الهواء، وستيف بيمسكهم وبيرجعهم للمدينه ورمى الروبوت ده من فوق، وثور وستيف بيتعاونوا سوا كعادتهم وبيدمروا عدد كبير جدا من الروبوتات، والترون بيدرك ان ثور اقوى شخص فيهم فبيبقى اولويه عنده انه يتخلص منه، وتوني بيحاول يلاقي طريقه يوقف بها جهاز الجاذبيه، وبيعرف ان لو الجهاز وقف فالمدينه هتقع بسرعه كبيره جدا على الارض، وكده هتتحول لنيزك وهتقتل كل سكان الارض، ومفيش اي حل غير تفجير المدينه وهي في الجو علشان البشر اللي على الارض ما يحصل لهمش حاجه، بس المشكله ان مدينه سوكوفيا لسه عليها بشر، وتوني بيقول ما قدامناش غير اختيارين، يا اما نضحي بسكان سوكوفيا عشان سكان الارض يعيشوا، يا اما نضحي بالعالم كله، وناتاشا رايها ان توني يفجر المدينه، بس ستيف بيرفض ومش هيسيب شخص واحد من سكان سوكوفيا يموت، واليأس بيسيطر على الافنجرز، لكن فجأة بيظهر نيك فيوري بسفينه الطايره وبيبعت طيارات صغيره للافنجرز عشان ينقذوا بيهم الناس، وده بيكون طوق النجاه للجميع، ورودي بيظهر ببدلته وبيدمر روبوتات الترون، اما الافنجرز فبيوجهوا السكان عشان يركبوا سفن الطايره، وفي نفس الوقت الترون لسه بيقاتل
يقاتل ثور، بس ثور ضعيف قدام الترون، ففيجن بيتدخل وضرب الترون بمطرقه ثور، والافنجرز بيتجمعوا حوالين الجهاز علشان يمنعوا الترون والروبوتات انهم يفصلوا الجهاز، لان ده لو حصل فالمدينه هتهبط بسرعه على الارض، وهو ده هدفهم الاساسي دلوقتي. وثور بيتحدى الترون وبيقول له هات اقوى ما عندك، وبيطلع ان الترون لسه مجهز عدد كبير من الروبوتات، فالافنجرز بيتصدموا وبيخشوا في حرب طاحنه ضد الروبوتات، وبيقاتلوا بكل ذره قوه عندهم، واهم حاجه مفيش ولا روبوت يوصل للجهاز، والافنجرز عاملين اداء قوي جدا وبيحاربوا عشرات من الروبوتات، والترون بيتدخل بس فيجن بيوقفه، وايرون مان وثور بينضموا ليه وبيشن هجوم ثلاثي على الترون، وجسم الترون بيبدا يدوب، وهالك اداله الضربه الاخيره وطيره، والروبوتات عايزين يمشوا من المدينه، بس رودي وفيجن بيدمروهم بسرعه، وستيف بيؤمر باقي الافنجرز يمشوا حالا لان الاكسجين بدا يقل بسبب الارتفاع، وواندا هتقف تحمي الجهاز لوحدها، وهي بتؤمر كويك سيلفر ينقل اهل المدينه للسفن، وكويك سيلفر بيسمع كلامها، وهوك بيركب السفينه وكان خلاص هيمشي، بس بيشوف طفل من بعيد فبيجري عليه عشان ينقذه، بس الترون بيكون راكب طياره وبيفتح النار على الجميع، وهوك بيضطر يضحي بنفسه عشان يحمي الطفل، لكن كويك سيلفر بيتدخل وبيحمي هوك بالعربيه، وللاسف كويك سيلفر بيكون اتضرب عليه نار وبيموت في الحال، وواندا بتتجنن على موت اخوها وبتطلق العنان لقوتها وبتدمر الروبوتات اللي حواليها، وهوك بيرجع الطفل لامه وبعدها بيرتاح من التعب، والافنجرز بيزعلوا جدا على موت كويك سيلفر، وهالك بيكون انقذ ناتاشا من ضرب النار ووداها للطياره، وبعدها بينط على طياره الترون وبيرميه من الطياره وبيقع في القطر، وواندا بتوصل له وهي بتغلي من الغضب وبتنتقم منه على موت اخوها وبتسحب قلبه من جسمه وبتدمره، بس كده مفيش اي شخص بيحمي الجهاز، وفي روبوت بيطلع لسه عايش وبيوصل للجهاز وبيوقفه، وبالتالي المدينه بتبدا تنهار وبتتحول لنيزك والعالم كله هيتدمر، لكن توني بيستخدم كل طاقه المفاعل اللي في صدره على النيزك، وفيجن بينقذ واندا في الوقت المناسب وبيهربوا، وثور بيشحن طاقه كبيره وبيضرب بيها النيزك، والمدينه اتحولت لحطام وكل الصخور الصغيره دي بتقع في البحر، وبعدها هالك بيكون راكب على طياره لوحده وناتاشا بتتواصل معاه وبتطلب منه ينزل بالطياره في مكان امن، بس هالك بيقفل المكالمه لانه بيقرر يبعد تماما ويعيش لوحده، وده علشان ما يعرضش حياه ناتاشا للخطر، وناتاشا بتتضايق جدا وبتحس بالاحباط، وبيطلع ان في روبوت لسه عايش على قيد الحياه، وده الروبوت اللي ستيف رماه من فوق، وبيكون الترون لسه عايش جواه، والترون بيقول لفيجن انت غبي عشان تاخد صف البشر، والترون كان هاجم عليه بس فيجن دمره، وبكده الترون اتدمر للابد، وبعدها هوك بيعتزل من فريق الافنجرز بشكل مؤقت ورجع لعيلته عشان يعيش معاهم حياه هاديه، وتوني بيوصل لمقر الافنجرز الجديد، وهنا هيتم تدريب فريق الافنجرز، والمبنى هيكون تحت اداره هيل وهيلين وايريك، اما ناتاشا بتكون قلقانه على بروس ومعتقده انه مات، بس فيوري بيقدر يحدد مكان بروس وبيعرفها انه لسه عايش، وتوني وثور وستيف بيتفقوا ان فيجن يحتفظ بحجر العقل، وثور بيقرر يرجع لاسجارد علشان يعرف اكتر عن احجار الانفينيتي الستة، وبيتوقع ان في شخص معين بيتلاعب بينا وهو السبب في كل حاجه حصلت، وبيودع توني وستيف وبيمشي، وتوني كمان بيودع ستيف علشان توني عاوز يعتزل ويعيش حياه هاديه مع بيبر، وبيتمنى نفس الكلام يحصل مع ستيف بيقول له ان ده صعب يحصل علشان البنت اللي بحبها عايشه في الماضي، وهو يقصد كارتر، ولما انا خرجت من الجليد بقيت شخص تاني، وبعدها ستيف وناتاشا بيستقبلوا اعضاء الافنجرز الجداد وهم فيجن وواندا ورودي وسام، وبعدها بنشوف سانوس وهو بيلبس القفاز بتاعه وبيقرر يجمع احجار الانفينيتي الستة بنفسه، وهنا نكون وصلنا لنهايه الجزء الثاني من سلسله افلام الافنجرز. لو عجبكم الجزء ده ما تنسوش الاشتراك في القناه لمتابعه كل جديد، واستنونا في الجزء الثالث.